السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزك دلوقتي قبل ما تكمل معايا الحلقة تسيب لي في التعليقات إجابة على 4 أسئلة مهمين هم هيكونوا موضوع الحلقة. 1. أنت كام مشترك دلوقتي؟ 2. بدأت إمتى على اليوتيوب؟ 3. خدت وقت قد ايه عشان توصل لعدد المشتركين اللي عندك دلوقتي؟ 4. لو انت اقل من 100 مشترك تتوقع ايه المدة اللي ممكن تفضل فيها تنزل محتوى على القناة لحد ما توصل لاول 100 مشترك؟ انا عايزك توقف الفيديو وتجاوب على ال4 اسئلة دول وترجع تكمل معايا الحلقة. في العام متوسط الوصول لاول 100 مشترك من 30 يوم ل 60 يوم، يعني من شهر لشهرين تقدر توصل لاول 100 مشترك، خصوصا وانت لسه بتبدأ، لسه ما عندكش الجمهور بتاعك اللي يشترك عندك واللي يشاهدك بشكل مستمر، لسه بتحط رجلك على اول سلمة زي ما بنقول. فمتوقع انك توصل ل 100 مشترك من 30 يوم لحد 60 يوم. طب ليه انا ما قلتش انت متوقع توصل امتى ل 200 ولا 300 ولا 500 ولا ال 1000 مشترك اللي هم شروط تحقيق الربح؟ ليه قلت بالتحديد 100؟ خلوني اصارحكم باكبر خطأ كلنا بنقع فيه لما بنيجي نبدأ على اليوتيوب، وهو نظرنا بيقع على ال 1000 مشترك وال 4000 ساعة. بنحط ده الهدف الاساسي اللي قدامنا وبنحاول بكل الطرق ان احنا نوصل له، وطبعا ده صح مش غلط، ولكن الغلط ان احنا بنحط في الاول هدف كبير، وده اللي بيخلينا نشعر بالاحباط. لما بحط قدامي هدف كبير بحس ان المدة عشان اوصل للهدف ده طويلة، فبالتالي ببدأ اشعر بالاحباط، ببدأ اكسل، لا ده لسه المشوار طويل، طب خلاص انا مش هعمل حاجة، كفاية اول حد كده، انا ما عنديش تاني اقدمه، انا زهقت، اليوتيوب مش بيشوفني، اليوتيوب مش بيقترح فيديوهاتي. وقنوات كتير بتفضل تقول الكلام ده لنفسها وللاسف مش بتكمل بسبب انها حطت هدف كبير، مش بسبب ان محتواها وحش، ومش بسبب انها ما عندهاش جمهور كويس او ما فيش تفاعل على الفيديوهات، لا، بسبب انها حطت قدامها هدف كبير من الصعب الوصول ليه الا لو انت استمريت لفتره كبيره. لكن تخيل معايا كده لو انت حطيت لنفسك هدف اول 100 مشترك، اول 10 ساعات مشاهده على اليوتيوب، مش هقول لك 100 ساعة، لا هقول لك أول 10 ساعات من ال 4000 ساعة. لو أنت حطيت لنفسك الهدفين دول وكنت متوقع لنفسك زي ما احنا قلنا من شوية إنك ممكن توصل لل 100 مشترك وأول 10 ساعات مشاهدة في خلال 30 يوم، وبدأت تشتغل وتنزل فيديوهات وتنزل محتوى على القناة، ولقيت نفسك وصلت لل 100 مشترك في خلال 20 يوم، وصلت لل 10 ساعات في خلال 15 يوم أو 17 يوم، ساعتها أنت هتكون مبسوط بالهدف اللي أنت حققته. أنت كنت حاطط 30 يوم أو كنت حاطط 60 يوم وقدرت توصل له في أقل من المدة اللي انت محددها، فبالتالي هتحس بالفعل ان النجاح بتاعك قريب، ان الهدف بتاعك انت قدرت تحققه باقل امكانيات وباقل وقت ممكن. بعدها حط الهدف التاني، حط ال 200 مشترك او حط ال 500 مشترك وشوف انت ممكن توصل لهم في خلال قد ايه، ساعتها هتقدر توصل للي انت عايزه، عشان حطيت هدف صغير فوق هدف صغير فوق هدف صغير فوق هدف صغير، بقى عندك هدف كبير وقدرت توصل له من غير ما تحط قدامك في الاول هدف كبير وانت مش قادر توصل له، شايف الهدف ده بعيد، مهما نزلت فيديوهات، مهما عملت منشورات على المنتدى، مهما عملت بس مباشر، مش قادر اوصل للهدف بتاعي. هو هدف كويس لكن هو محتاج صبر، محتاج وقت منك، محتاج مجهود، فما تحطش هدف بعيد قدامك وانت لسه بتبدأ، هتحس بالاحباط، صدقني مش هتقدر تكمل. ولكن لو حطيت اهداف صغيرة فوق بعضها كده، وصلت لده وصلت لده وصلت لده، هتلاقي مجموع الاهداف دي هو الهدف الكبير اللي انت كنت عايز توصل له. وبدل ما كنت هتوصل لل1000 مشترك ولا ال4000 ساعة في خلال سنة مثلا، لا ده انت ممكن توصل لل1000 مشترك وال4000 ساعة في خلال 3 شهور 4 شهور بالكتير، لو انت بدأت تحط اهداف صغيرة واحدة واحدة واحدة. لانه صعب انك توصل للهدف الكبير من غير ما يكون عندك خبرة وعندك ممارسة وعندك امكانيات كبيرة تقدر توصلك للهدف ده. وانت عمال تقول لنا اهداف صغيرة واهداف كبيرة وما قلتلناش حاجة فعلية نطبقها او نمشي عليها، ده لان حضرتك مستعجل. ده انا قلت لك في الاول، انت مستعجل وعايز توصل لل1000 مشترك بسرعة، لكن انت لو صبرت على الدقيقة اللي جاية دي هتعرف ازاي توصل لل100 مشترك، فكمل معايا وهتعرف. اي تحدي بيقابل القناة الصغيرة لما تيجي تبدأ على اليوتيوب هو ان اليوتيوب ما عندوش اي بيانات عن القناة دي، مفيش اي محتوى عن القناة فاضية، مفيش اي بيانات او في اي تحليلات او اي احصائيات يقدر يقترح من خلالها القناة دي للجمهور المهتم. فلازم اليوتيوب يبدأ يجمع بيانات عنك، يجمع بيانات عن القناة وعن المحتوى اللي انت بتنزله على القناة. وكمان لان اليوتيوب بيبقى بخيل جدا مع القنوات الجديدة، خصوصا لو انت بتبدأ في قناة المحتوى بتاعها في منه قنوات كتير على اليوتيوب بتقدمه، فهنا اليوتيوب بيبقى بخيل جدا معاك. هو متعود على قنوات كبيرة بتنزل محتوى كويس بتجيب له ارباح، لان هو كمان بيستفاد، هو متعود على القنوات دي، فبالتالي بالنسبة لك بيبقى بخيل شوية. انت مين؟ انا معرفكش، لسه ما عنديش بيانات عنك عشان اقترحك واجيب لك مشاهدات ومشتركين عشان تكبر زي الباقي. انت بقى لازم تجبر اليوتيوب ان هو يقترح فيديوهاتك، ان هو يزود نسبة الظهور للقناة بتاعتك وللفيديوهات بتاعتك، انه يخلي الفيديوهات بتاعتك تظهر للجمهور المهتم، وبالتالي تجيب مشتركين كتير في وقت قليل. تعمل ده ازاي؟ اول حاجة واللي كتير بيغفل عنها هي تهيئة القناة. احنا فاكرين ان رفع الفيديو على اليوتيوب حط فيديو ارفعه انشره وخلاص، لكن ناسين ان في حاجة اسمها الاعدادات، اعدادات فيها
الكلمات المفتاحيه للقناه، في عندك وصف للقناه. الحاجات دي مهمه، مش مهمه ليكوا بس او مش مهمه لشكل القناه وبس، دي كمان مهمه لخوارزميات اليوتيوب عشان تعرف انت القناه بتاعتك بتقدم ايه. هو ليه احنا بنكتب عنوان وليه بنكتب وصف وكلمات مفتاحيه للفيديو؟ عشان نخلي خوارزميات اليوتيوب تعرف محتوى الفيديو، لكن هي بتفهم ده من خلال العنوان والوصف والكلمات المفتاحيه، وصف القناه، الكلمات الرئيسيه للقناه. يبقى انت لازم تهيئ القناه بتاعتك للشغل. لو انت لسه بتبدا يبقى هيئها للشغل على القناه، عشان لما ترفع اول فيديو على القناه خوارزميات اليوتيوب تفهم الفيديو ده والقناه دي بتتكلم عن ايه، ويبدا يظهرها للمحتوى او للجمهور المهتم بالمحتوى ده. وتاني نقطه لازم تركز عليها هي زياده نسبه الظهور. كل ما تظهر اكتر على اليوتيوب كل ما هيجي لك جمهور اكتر، كل ما اليوتيوب هيقترحك بشكل كبير. طيب ازاي ازود الظهور على القناه او نسبه الظهور على القناه؟ ازود نسبه الظهور بان انا ارفع فيديوهات كتير. ارفع فيديوهات قدر الامكان، ولكن مع الحفاظ على الجوده. انا اهم حاجه بالنسبه لي الجوده، حتى لو وصلت انك ترفع فيديو واحد في الاسبوع، بس اهم حاجه هي الجوده. لو ما عندكش جوده فيديوهات كويسه يبقى عدد الفيديوهات مش مهم. رفعنا فيديوهات وبدأنا نظهر كتير ولكن ما عندناش مشاهدات، وده الخطأ التاني اللي بيقع فيه منشئ المحتوى اللي لسه بيبدأوا، انهم بيرفعوا فيديوهات الجودة بتاعتها كويسة ولكن بيغفلوا عن حاجة اكثر اهمية من رفع الفيديوهات، وهي العنوان والصورة المصغرة، وخصوصا الصورة المصغرة. ايه هي اول حاجة يمكن انا قلتها في فيديو قبل كده؟ ايه هي اول حاجة عين المشاهد بتيجي عليها لما بترفع الفيديو على القناة؟ اول حاجة عينه بتيجي عليها هي الصورة المصغرة، بعد كده العنوان. دول اول حاجتين اللي هم اخر حاجتين انت بتعملهم. انت اخر حاجه بتعملها للفيديو ايه؟ العنوان والصوره المصغره. دول اخر حاجتين انت بتعملهم، مع انهم اول حاجتين بيعملهم المشاهد. لازم تعمل الصوره المصغره بشكل كويس، لازم تحسنها بقدر الامكان، دي اهم حاجه. وكنت اقترحت عليكم قبل كده ان احنا نعمل الصوره المصغره والعنوان قبل حتى ما نصور الفيديو، لان تصميم الصوره والعنوان هيدونا افكار نقولها اثناء التسجيل، هيخلونا نعبر عن اللي احنا عملناه في الصوره المصغره والعنوان اللي احنا كتبناه اثناء تصوير الفيديو. الصوره المصغره لو انت ما عندكش افكار فانت عندك اليوتيوب، عندك القنوات اللي بتقدم نفس المحتوى بتاعك، ادخل وخد الافكار منهم، ادخل وتعلم منهم، شوف الالوان، شوف التصميمات، شوف جوده الصوره، طريقه الكتابه على الصوره المصغره. واكبر نصيحه بنصحها لك لما تيجي تكتب كلام على الصوره المصغره يكون كلام قليل، بلاش كلام كتير. انا كنت بقع في الغلط ده وكنت بشرح الفيديو على الصوره المصغره، لكن افضل حاجه هو ما قل ودل، انك تكتب كلمتين يدلوا على محتوى الفيديو وفي نفس الوقت بيوصفوه بشكل كويس. ده بالنسبه للصوره المصغره. شوف الالوان والافكار اللي في القنوات التانية وتعلم، ده مش عيب، ده هينجحك وهيخليك تتعلم وازاي تتفوق على المنافسين بتوعك. اما بالنسبه للعنوان فالعنوان بيتكون من 3 حاجات: الكلمه المفتاحيه، الكلام اللي يجذب المشاهد، طول العنوان. 3 حاجات دول اهم حاجه في العنوان. العنوان ما يكونش طويل، هو متاح ليك 100 حرف بس، المتوسط من 60 ل 70، ده المتوسط الكويس عشان يظهر العنوان بشكل كامل في محركات البحث. لو كتبت عنوان طويل مش هيظهر بشكل كامل، فده شيء مش كويس. ثاني حاجه الكلمه المفتاحيه، لازم العنوان بتاعك يكون متضمن الكلمه المفتاحيه، عشان لو انا ببحث عنك في اليوتيوب بالكلمه المفتاحيه دي الفيديو بتاعك يظهر لي. الكلمه الجذابه، انك تكتب العنوان بصيغه تجذب المشاهد للفيديو بتاعك، تخليه يبقى عنده فضول ان هو يدخل على الفيديو. تقدر تعمل ده من خلال الصوره المصغره والعنوان، تخلي المشاهد يقول لنفسه انا عايز ادخل على الفيديو ده واعرف بيتكلم عن ايه. العنوان يكون جذاب قدر الامكان، وبرضه خد افكار من القنوات التانية، ده ما يعيبكش. خطأ كبير جدا جدا بيقع فيه اصحاب القنوات بخصوص العنوان وهو العنوان المضلل، لان في فرق كبير ما بين العنوان المضلل والعنوان الجذاب. العنوان الجذاب ان انا بلفت انتباهك للفيديو عشان تدخل تتفرج عليه، والعنوان بيكون ليه علاقة بمحتوى الفيديو. اما العنوان المضلل اقول لك مثلا تعالى شوف طريقة توصل بيها لل1000 مشترك في 4 دقايق، وتدخل جوه الفيديو تلاقيني اصلا لا بتكلم على ال1000 مشترك ولا بتكلم على 4000 ساعه. ده اسمه العنوان المضلل، العنوان اللي ملوش علاقه بمحتوى الفيديو، العنوان اللي انت بتكتبه عشان المشاهد يدخل بس يعد مشاهده، يتفرج بقى على الفيديو ما يتفرجش، يعمل لايك ما يعملش لايك، انت الاهم بالنسبه لك كان عدد المشاهدات، وده شيء مضر للقناه بتاعتك، وممكن اليوتيوب يديلك انذار مخالفه ارشادات منتدى. العناوين المضلله بتؤدي للانذارات انك بتضلل المشاهد، وده مخالف لسياسات اليوتيوب، فانتبهوا للجزئية دي كويس جدا جدا. كمان الاهتمام بالعنوان والصورة المصغرة هيرفع من نسبة النقر إلى الظهور الCTR. كل ما زادت نسبة النقر إلى الظهور كل ما زاد اقتراح الفيديو بتاعك من خلال اليوتيوب. اليوتيوب هيعرف ان الفيديو ده بيجذب انتباه المشاهد، وده هيخلي اليوتيوب يقترحه كتير في الصفحات الرئيسية وفي الفيديوهات التالية، فبالتالي المشاهدات بتاعتك هتزيد. انت كده هتجبر اليوتيوب وانت لسه بتبدأ، لا انا موجود، انا بقدم محتوى، القناة بتاعتي مش صغيرة،
بسرعه، انا لسه في البدايه لكن انا بقدم محتوى كويس، انا بحترم وبنفذ قواعد وسياسات اليوتيوب. المحتوى بتاعي المشاهد بيتفرج عليه فتره كبيره داخل الفيديو، فبالتالي غصب عنه هيقترح الفيديوهات بتاعتك. انا هنا طبعا بتكلم على اليوتيوب. ختاما عشان ما اطولش عليكم، حط قدامك اهداف صغيره وابدا حقق الاهداف دي واحده واحده. 100 مشترك، 200، 300، 400، 1000 مشترك وهكذا. كذلك بالنسبه لعدد الساعات المشاهده، ما تركزش معاها. طالما عندك مشتركين بتزيد يبقى اكيد عدد المشاهدات بتزيد او عدد الساعات بتزيد. ركز مع انشاء المحتوى بجوده عاليه وباسلوب كويس، وان شاء الله النجاح هيكون من نصيبك. اتمنى ما كنتش طولت عليكم اكتر من كده، ولكن حبيت افيدكم بكل معلومه امتلكها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل، وسيب لنا رايك في التعليقات لو شايف ان احنا محتاجين نحسن حاجه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.